ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطلبات الصف الخامس، النهارده يا حبايبي هنحل مع بعض تدريبات الكتاب المدرسي مادة اللغة العربية صفحة 102 و103 و104. يا ريت تجمعونا باللايك والاشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد من حل تدريبات طول السنة، وأقول لكم بالتوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. شعر لغة الأجداد. اكتب اسم دولة لغتها الأم هي اللغة العربية واسمها المميزة. طب احنا هنرسم هنا يا شباب الكعبة، وهنكتب اللي مميزها. المملكة العربية السعودية لغتها الأم هي اللغة العربية، وظهر فيها أكثر الشعراء الأوائل. نرسم الكعبة ونحاول نرسمها نلونها. طيب هنا بيقولك اقرأ واكتشف. شعراء العرب قديما تفانوا في تجويد قصائدهم واستخدام اللغة العربية في سردها، فقد وقعوا في هوى اللغة. كيف لا واللغة العربية هي لغتهم الأم وهم بنوها المخلصون وحملة لوائها، فلا نستطيع لومهم على حرصهم هذا، فقد كانوا يصطفون أجود قصائدهم لإلقائها على مسامع القبائل في سوق عكاظ، وهو الحدث الأكبر في أيامهم، وفيه ينال الشاعر شهرته بين العرب، إذ أجاد وأتقن هذا ما فاه به صديقي يزن في اليوم العالمي للغة العربية بالإذاعة المدرسية. واحد، ضع مكان الكلمات الملونة كلمات ما بين قوسين ثم تأكد من المعجم. تفانوا، بذلوا الجهد. بنوها، أبناؤها يا شباب. لومهم يعني عتابهم. فاها يعني نطق وتكلم. هوى بمعنى حب. لوائها، علمها. يصطفون. يختارون. صل الكلمة بمعناها الذي يدل عليه. فاها القاضي بالحق يعني نطق بالحق. هذا خطيب مفوه يعني بليغ. للبركان فوهة عظيمة يعني فتحة عظيمة أو كبيرة. فتح المولود فاهه بالصراخ يعني فمه. كده يا شباب حلينا صفحة 102، هنتنقل لصفحة 103. 103 النص يا حبايبي. نيجي بعد قراءة النص طبعا هنحل بقى تدريبات النص. بيقول لك هنا صح وخطأ. يحب العرب لغتهم لأنها لغة الأجداد، صح. طلب الشاعر من أبناء اللغة العربية أن يحافظوا عليها ويهتموا بها، صح. يعتز الشاعر بلغته فعبر عن اعتزازه بألفاظ سهلة، صح. اختر الإجابة الصحيحة واكتبها في الفراغ المناسب. حمايتها وصونها. لا تلمني في هواها العالم العربي. لا تلمني في هواها تعبير يدل على شدة الاعتزاز باللغة العربية. يؤكد الشاعر وجود لغتنا العربية في عروقنا، حيث أنها لغة الوحدة لكل العالم العربي. يطلب الشاعر منا نحن أبناء اللغة العربية حمايتها وصونها وكثرة استخدامها في كلامنا. نزلت في كل نفس وصل يعني سيطر حبها على قلوبنا جميعا. ما أنا وحدي فداها كلنا اليوم فداها. الشعوب على استعداد للتضحية في سبيل رفعة لغتهم. رفع الله لواها. ندعو الله أن يجعلها في مقدمة اللغات. كده يا شباب وصلنا لنهاية الفيديو. حلينا صفحة 102 و103 و104 من الكتاب المدرسي مادة اللغة العربية الصف الخامس. يا ريت تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة، وأقول لكم بالتوفيق إن شاء الله.